السلام عليكم، مساء الخير. كيف حالكم يا اخوان؟ طيبين؟ بشرون عنكم يا اخوان. انا قاعد اعيش معضلة حاليا، الا وهي النوم. طيب يا ايش في النوم؟ النوم يعني شيء كويس ويجدد الجسم يا اخوان انا عندي صار مشكلة، لاني ارقد اليوم كامل. السلام عليكم، مساء الخير. كيف حالكم يا اخوان؟ طيبين؟ بشرون عنكم يا اخوان. انا قاعد اعيش معضلة حاليا، الا وهي ان بس الوقت اللي اقعد صاحي فيه من العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، هذا اللي اقعد صاحي فيه. بقية اليوم كله نوم، كله. بعد العشاء ارقد، بعد الفجر ارقد، بعد الظهر ارقد، كلها نوم. ليش ما ادري، لكن عاد الله المستعان. بس والله يا اخوان بكره عندنا اختبار، وقبل ما اهم شيء كاسه قهوه، حبتين ماجي. هذه واحد كذا طقطق علي ذاك اليوم، عجبتني قلت خل اقولها لكم، مع انها حلوه الحلاوه هذه. اتوقع انها من العيد اللي راح. قلبت كذا في الثلاجه ولقيتها قلت خل اكلها. بس طبعا يا اخوان بكره اختبارنا في هذا الكتاب الجميل، الروض المربع. نعم، واذا كنت متورط وما انت فاهم المنهج ولا شيء، بسم الله. خطوات مذاكرة الروض المربع: الكتاب، قلم، دفتر. الشيخ جابر الله يجزاه خير، ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، شارحه كله ما شاء الله، كل شيء شارح، الكتاب كامل مشروح، الله يجزاه خير. وتوني استوعب يا اخوان اثاري مقاطع قديمه، شوفوا هذا قبل 10 سنوات، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاه خير. طبعا تقول يا ابو سعيد انت تسمع الشرح، طيب لا، بس الدكتور قال اللي ما فهم اسمع للشيخ جابر، فانا جيت اعلمكم بس، الا انا ما اسمع له والله. طيب تفهم؟ لا ما افهم برضه، ايش تسوي؟ ما ادري، كذا على باب الله تمشي الحمد لله. بس والله صلوا على النبي سلام. طبعا يا اخوان لعلي فتحت الكتاب واكتشفت انها جدا صعبه، جدا جدا صعبه، الله المستعان. وانا محدد كل شيء، حاط تعليقات العلامه ابو سعيد اكتبيني فوق وفوق، الله المستعان. في حاجه اسهل من المذاكره، اللي هي اكتب قصيده يا وحش وارسلها للدكتور. فكتبت قصيده قلت فيها: يا سلامي على اللي يكرم الطلاب، دكتورنا وليا ذكر بالخير ينذكر، كريم شجاع ما يحس بحساب، وليا عطا يعطي عطاء ينهد من هالجدر، دكتورنا انا طالبك يا من ترجو الثواب، ما ابغى الا درجه ذات قيمه وقدر. الله اكبر، الله اكبر، والله اني اسطوره. طبعا يا من ترجو الثواب ترجو الثواب من الله. بغيت اقول يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكن قلت لا، هذه كثيره عليه. فهذه نعم خير وبركه. يا الدكتور يا وحش، صلوا على النبي، السلام عليكم يا اخوان. في حاجه غريبه في الحياه، انت في الطايف الساعه 6:30، نص ساعه ويأذن المغرب، توقع ان الجو يكون جو رايق وحلو، يا ربي لك الحمد. تكتشف ان درجه الحراره 33. في ايه يا عم، ايه ده؟ تصدقوني يا اخوان ودي كذا ادخل معهد تعليم اللهجه المصريه، نحسها فله كذا، وانت تمشي في الشارع تتكلم مصري تحس ان في حماس في الكلام. السوالف هذه تحب تخرج اوقات الاختبارات طبيعي، وابو سعيد يحب يخرج برضه، حتى يخرج من البيت اوقات الاختبارات، الله المستعان. صلوا على النبي، السلام عليكم. تحسون اني قناص في فيلم امريكي مع هذه النظارات. صلوا على النبي، السلام عليكم. المهم يا اخوان الان جاء وقت الرد على القصيدة اللي قبل شويه، ساعتين عشان اكتب 3 أبيات، ويا لطيف وليتها تجي حلوه. بس المهم ارد على اخونا الكريم اللي قبل شويه واقول: صح يشرح الدكتور ولكن شرحه خراب، وانا اللبيب الذي يفهمها من نظر، وانا معي مفتاح ولكن ما يفتح كل باب، واللي من الناس ما له الا قدرة بشر، والرزق من عند رب الله مجري السحاب، والحسد طبعا في الناس ما عنه مفر. صح لساني، صح بدني، سلامتكم، جزاكم الله خير. صلوا على النبي، ولا أحد يرد علي لأني ما راح أرد على أحد وخلاص. شوفوا هذه القصيدة أنا قاعد أكتبها، والجرح والتعديل وتزبطها على الفاتورة، يلا الحمد لله. بس اكتشفت أني ضيعت وقتي، ولا ذكرت ولا سويت ولا شيء. يلا يمدينا الفجر إن شاء الله، والله المستعان. صلوا على النبي، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. كيف حالكم يا أخوان؟ طيبين؟ بشرون عنكم
يا اخوان انا قاعد اعيش يعني معضلة حاليا، الا وهي رابع خامس زي كذا. كنا نروح بقالة اسمها بقالة العمراني عند طعمية علي، واحد مصري كان يبيع طعمية. كنا ناخذ هذه، كانوا يعرفون ياكلونها وانا ما كنت اعرف اكلها لانها كانت غريبة، بعدين تعلمت لها. شوفوها زي كذا تجي وتسوي بسم الله، سوي هيك بسم الله. ها لا ما اعرف اكلها، الله المستعان. هم ياكلونها كلها، فبس يعني كنت ابغى اوريكم. والله ان كان عندي بصيص امل اني اصير شاعر، ولكن بعد التعليق هذا يلا الحمد لله على كل حال. صلوا على النبي سلام، ياخذ ويعطي ياخذ ويعطي. ذكرت سالفة ذاك واحد يقول راح عند شيخ، قال يا شيخ انا شاعر وابغاك تسمع قصيدتي. قال يلا اسلم، واعطاه القصيدة لين خلص. قال يا ولدي سبحان الله فيك صفة من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. فرح الولد، قالوا شنو هي؟ قالوا وما علمناه الشعر وما ينبغي له. عموما يعني الحمد لله على كل حال، سبحانه ياخذ ويعطي. صلوا على النبي السلام عليكم. طبعا يا اخوان من اقوال العلامة ابو سعيد: كلما تأخرت مذاكرتك للاختبار زاد حفظ المختبر. تقول لي كيف يعني؟ انا اعلمك. يعني ذاكر الفجر تحفظ اكثر ان شاء الله، وهذا اللي بسويه والفجر، والله المستعان. والله ما فيني حيل ذا الحين ولا ودي الصدق. صلوا على النبي، صبحنا على خير، في امان الله، السلام عليكم. يا اخوان ليش الشعر ما يجي سيد؟ ليش كذا كأنها العقبة؟ هذه حلوة، هذه كأنها العقبة، فهمتم؟ يعني انه ما هو سيدي كذا رايح جاي رايح جاي. صلوا على النبي، السلام عليكم. النجدة يا اخوان، النجدة رجائي الخاص من يجدني ينقذني لاني في ورطه والله المستعان. نعم يا اخوان، اشتغل الضمير الان اخر الليل، فقمت الخص واكتب واذاكر ومدري ايش. لخصت هذه وتعبت، ودخلت في باب هنا اسمه باب الخيار في البيع. دمار شامل يا اخوان، يا فيه صعوبة لا يعلم بها الا الله. اي واحد يعني، اعطيكم مثال. شوفوا بسم الله، يقول لك مثلا والسادس يعني من اقسام الخيار. ذا الحين هذه قبلها 5 وهذا السادس وباقي واحد سابع. خيار البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت به الأنواع الأربعة في التولية، وهو بيع برأس المال. إيش هذا؟ ما أدري. كسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. إيش معنى الكلام هذا؟ الأرش يعني هو الفرق السعر، فرق السعر بين هذا وهذا. يقول إذا كسرت بيض النعام فوجدت نفس البيض اللي جوا اللي ناكل هذا فاسد، ولا خلنا نعطيكم جوز الهند على اساس اسهل. جوز الهند كسرته لقيت اللي جوته هذا فاسد، فلك انك ترجع لذاك تقول له هذا اللي جوته فاسد، اعطني قيمه اللي جوه وانا باخذ الغطاء هذا. هنا ليش قال بيض نعام؟ لان بيض النعام كانوا يستخدمونه زي الطيس، لان ما كان عندهم السيف قلري يسوي لهم مع مواعين، لا فكانوا عندهم بيض النعام هذا ياخذون طيس، فعشان زي كذي. واذا مثلا كسروا ما يبغاه قال اللي جوته فاسد انت. فاقول لكم يا اخوان اذا كسره وقال لا والله تبين لي ان البيض اللي جوته فاسد وانا ما ابغاه، انت اللي كسرته تدفع قيمه الاناء هذا البيض اللي كسرته. عشان زي كذا هنا بعد شوفوا يقول وان كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن. ليش؟ لانه تبيانا فساد العقد من أصله لكونه يوقع على ما لا نفع فيه وليس يرد عليه فعل. المهم ما فهمتم ولا أنا كنت فاهم يا أخوان لأن شرحت لكم وضيعت. وفر السواليف يا أبو سعيد، وفر السواليف. زمان كانوا لا هذا آخر سالفة صدق. إذا كان في واحد سوالف كثير يعني كذي ويروح ويجي ويشغل الناس يقولوا له ريح ملائكتك، يعني الملائكة اللي تكتب ريحها، خل أقعد أنت لا تسوي شيء. حلو، أندم بكرة على هذه السوالف المروح. صلى على النبي، سلام عليكم. شوفوا يا أخوان أنا ما سويت شيء، أنا قاعد هنا قاعد أذاكر وبسم الله فعاليات في كلاب يا أخوان. خلنا نروح حقها بسم الله. طبعا شوفوا الساعة الآن 3:42.
نطلع نشوف نفك بينهم نفزع شيء حاجة، بس ما معي عصا ما معي شيء. واضح الجد واحد، واضح الجد. والله يا توكل على الله يا كلب انتو. شفتوهم شردوا؟ والله اني هيبة. خرشني ابن الكلب يوم طلع قدام فتحت الباب لقيته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في حد من الجيران بس. الله المستعان. صلوا على النبي. السلام عليكم. يا اخوان، لعلنا وقعنا في المتلازمة. نعم، متلازمة زنقة الكلاب. هذا اللي طرد الكلاب يقع في متلازمتهم. الله المستعان. المهم يا اخوان، الان خلاص صدق وقت الجد. يلا نتوكل على الله. صلوا على النبي. السلام عليكم. الحمد لله يا اخوان، اخيرا يا ربي لك الحمد. خلصت من كاسة القهوة والحلاوة، لكن هذه باقي زي ما هي، ما غيرت ولا كتبت ولا شيء. على حطتها من الساعة 3 في الليل، والحمد لله على كل حال. وجي يا وحش. صلوا على النبي. السلام عليكم. ما تلاحظون ان الشعر صاير جميل اليومين هذه؟ والله الشعر مع اللحية يبغى لي اعطيها كذا زارة. لا هذه ما هي زارة، هذا كابر 90. استغفر الله العظيم. صلوا على النبي. السلام عليكم. يا اخوان، تشوفون في هذا الصباح الجميل، يا ربي لك الحمد لله. بغيت اذكركم بحديث يعني فيما معناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه الا وينزل ملكان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. فبس هذا تذكير بسيط. مشروع سقيا الماء في مكة الآن، يعني في هذه الأيام، للحجاج والمعتمرين. والله يجزاكم خير يا أخوان، ويجعلها في موازين حسناتكم. وبس والله، صلوا على النبي. السلام عليكم.